عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. وعود الايام. رمضان كريم يا جماعه. النهارده هعمل، طبعا كان المحشي وقعدنا ناكل في المحشي ده بصراحه بتاع 3 ايام. قلت بقى لا افصل، مش عايزه لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده كله. هفصل بقى بصراحه. قلت هعمل كبده. كبده اللي هي الاسكندراني، ما بتتحطش فيها بصل خالص. هعملها بفلفل بس. يعني في الكبدة العادية بتتعمل بالبصل، انما دي بتتعمل بالكبدة بقى بالفلفل بس. فلفل وتوم. هنشوف دلوقتي بقى هعملها ازاي. ده التوم اللي انا مخزناه معايا هو ان في قلب الفريزر. جيت اطلعه بالكبشة لقيت نفسي مش هعرف، متجمد على الاخر. فجبت سكينة اطلعه بيها. بس بطلعه وبشيله تاني على طول في الفريزر برضو. اهم حاجة ما يتسابش على الرف يا جماعة، احسن ده يعني غلط لو اتجمد وطلع اتساب كده على الرف. بيعمل حاجات وحشة يعني. ده بيسهل عليا، يعني بيسهل عليا كتير بصراحة لما بكون حاطاه في الفريزر كده. هو طبعا لونه احمر لان انا عاملاه بفلفل احمر. لما جيت اعمل التوم بدل ما بعمله بفلفل اخضر بفلفل احمر، وممكن بفلفل اخضر عادي يعني كده او كده. عامة الاتنين بيبقوا كويسين، بس الفلفل الاحمر بحس ان هو بيدي نكهة حلوة كده في الاكل اكتر بصراحة. المهم بقى ولعت على الفلفل. وبديله الايه تشويحه كده الاول عشان يدبل، يعني عشان لما نيجي ناكله ما يبقاش بيقرمش تحت السنين. بيبقى افضل بالنسبه لنا افضل. هو ممكن طبعا تحطيه الكبده الاول وبعديها الفلفل. ممكن الكبده الاول تشوحيها وتقومي حاطه عليها الفلفل وبعد كده خلاص. انما انا يعني انا بفضل ليا كده بصراحه. المهم بقى الكبده عشان ما تبقاش فيها زفاره ولا حاجه. اعصر عليها ليمونه. الليمون ده اللي انا كنت محطه في الفريزر، كنت مطلعاها قبلها بتاع 10 دقايق كده بصراحه. وعصرتها وشفته منزله ميه قد ايه. بيبقى كله ميه والله جميل. بحط بقى بعصر الليمونه وبقوم مقلباه تقليبه كده، اللي هو الليمون ايه يتقلب فيه كله. ولو ما عندكيش ليمونه حطي معلقه خل. برضو بتضيع الزفاره دي خالص خالص خالص. صلوا على النبي يا جماعه كده ووحدوا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اهم حاجه يا جماعه الصلاه على النبي. كتروا من الصلاه على النبي عليها افضل الصلاه والسلام. كده بقى كنت شوحت الكبده، شوحت الفلفل حبه. حسيت ان ايه هو خلاص يعني تري دبل شويه. لونه اصفر اهو. قمت نازله عليه بالكبده. واهم حاجه بقى ايه، حطي فلفل اسمر. حطيت الفلفل الاسمر وحطيت توابل. اهي دي كده توابل. وحطيت رشه ملح. طبعا بعملها على العين الكبيرة عشان ما تنزلش مية كده ولا حاجة. انا بفضل كده افضل بصراحة. وبعد كده بقى هقوم مقلباها. تتقلب كده تقليبة حلوة. وخلاص هي ما بتاخدش اساسا حاجة على النار خالص، يعني ما بتكملش 5 دقايق على النار. بعد ما بتسقطي البتاعة دي، مسافة ما بتسقطي الكبدة خلاص كده. اهم حاجة ايه، تقلبيها تقليبة حلوة كده مع على النار، بحيث ان هي ايه تستوي يعني. عامة بتستوي على طول. والكبدة بالذات كل ما تسيبيها على النار تشد. تحس ان هي مش بتستوي بقى، لا بتنشف. ما بتبقاش لطيفة خالص بصراحة. انما لما بتعمليها كده على طول تديها تقليبتين كده على طول وخلاص بتبقى افضل. بصوا انا بوريها لكم اهي، بصوا عاملة ازاي. طبعا النظافة بتاعت الكبدة باينة عليها. انا حطيتها في المصفى تتصفى من الدم اللي فيها يعني والكلام ده. بحطها تتصفى على ما بعمل الفلفل وبحطه على النار. وبعد كده بقوم حاصر عليها الليمونه. بتبقى نزلت بقى كل اللي فيها، لو فيها دم يعني. انتوا عارفين ان الكبده بيبقى فيها دم كتير. بقول بدل ما بحطها بالدم يعني، وما ينفعش ان انا اشطفها برضو. فبقوم سايباها تتصفى كده حبه. سبتها بقى كده على النار. بحيث ان هي على نار عاليه بتسويها على طول. اديت لها تقليبه. كنت بجيب بقى الفينو. بعت ابني جابه. وهتشوفوا هعملها ازاي. طفيته عليها خلاص وجبت برضو مخلل، ممكن سلطة الطحينة.
لو عندك طحينة يعني اعملي سلطة طحينة جنبها، بس انا ما كانش عندي بصراحة طحينة وجبت مخلل كده على طول. عامة ولادي بيحبوا جنبها المخلل افضل يعني. وبمسك الفينو وبفتحه كده، يعني انا بحب اخليها لهم زي اللي بره بالظبط، زي اكني بجيب لهم عربية الكبدة في البيت. بدل ما يروحوا يشتروها من بره بالغلا والكلام ده، لا يعني انا بجيب، انا لو جبت نص كيلو كبدة هيكفيهم، هيأكلهم وهيشبعهم كمان، وممكن تفيد منهم. عرفتوا؟ بس يا جماعة بفتح بقى الفينو كده بالمقص عشان يبقى شكله حلو كده وهو مفتوح. وبعد كده شوفوا هعملها ازاي دلوقتي. ما بتاخدش وقت خالص على فكرة، خالص خالص خالص. يعني انا كنت عاملاها، كانت الساعة حوالي، بدأت فيها الساعة حوالي 5:05. كنت مقطعة الفلفل وكله، بدأت حطيتها على النار 5:30. 5:30 دي كانت حطيتها على النار، الفلفل والكبدة سقطتها. بس كده بعملها بقى سندوتشات كده زي ما انتوا ما بتشوفوا، زي ما انتوا ما شايفين كده. تحطي بقى زي ما انت ما عاوزه، يعني تحطي الكميه اللي انت عاوزاها في السندوتش، تحطي كتير تحطي قليل زي ما انت محبه في السندوتش وحطي. وممكن طبعا تتعمل سندوتشات عيش، لو انت مش عايزه سندوتشات فينو ممكن سندوتشات عيش برضو بتبقى حلوه. انا بفضل سندوتشات فينو بصراحه عشان تبقى زي اللي جايه من بره بالظبط، انما ممكن سندوتشات عيش برضو بتبقى طعمه جدا على فكره. انا ساعات بسيب الفينو للولاد وانا بعملها باكلها بالعيش، بصراحه بعمل سندوتشات كده بالعيش وماكليها. بصوا بقى الرغيف مليان ازاي وحلو. طبعا ممكن تكتري ممكن تقللي عادي يعني. عرفتي؟ بس يعني عايزه اقول لكم والله العظيم كانت طعمه جدا جدا جدا. جبت اهو مخلل اللي قلت لكم عليه، ودي ده عصير تمر، وده برتقان على جزر. كنت انا عملتهم وهي على النار كده على طول. بس كده يا جماعة، وده كان أكلنا النهاردة. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك والشير، وما تحرموناش من المشاهدات بتاعتكم. بس يا جماعة كل سنة وانتم طيبين، واستنوا ان شاء الله فيديوهات جديدة. باي.